لكم من الفاصل واهلا بكم مره ثانيه. احنا ساعات بنفتكر ان اللي حصل زمان واحنا اطفال خلص وعدى، لكن الحقيقه ان الطفوله عمرها ما بتعدي. كل كلمه، كل موقف، كل جرح صغير بيتخزن جوانا ويظهر بعد كده في اختياراتنا، في علاقاتنا، في ثقتنا بنفسنا، وحتى في طريقه تعاملنا مع الناس. ناس كتير النهارده مش عارفه ان سبب مشاكلها الحاليه بيرجع لجروح قديمه في الطفوله، وده اللي هنتكلم عنه النهارده في موضوع حساس ومهم جدا: الصدمات الطفوليه واثارها على الكبار. ومعانا علشان تنورنا بخبرتها الاخصائيه النفسيه الاكلينيكيه الدكتوره سماء صقر. اهلا وسهلا بيك يا اهلا استاذ سماء. بحضرتك، اهلا وسهلا. يعني ايه صدمه طفوليه من الناحيه النفسيه؟ خلينا متفقين ان مفيش حد مر بطفوله سويه 100%. فاول حاجه احنا لازم نعرف ان كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا صدمه او اضطراب او ديفو في اي منحى من مناحي حياتنا حصل لنا فيه خلل. فالاعتراف ان احنا نعرف فين الصدمه هو ده بدايه الطريق. لما تعترف الصدمه دي كانت ايه؟ كانت ضرب مثلا، كانت عنف، كانت تحرش، كانت ايذاء نفسي. الصدمه دي كان فقد لاحد الابوين، الابوين اتطلقوا مثلا بشكل غير حضاري فده اثر على الولد. لان بعض الاباء بيشوفوا ان ضربهم لابنهم ده حقهم. ربنا خلقنا احرار، ابنك هو تحتك عشان تحافظ عليه، عشان تربيه تربيه سويه، عشان تعلمه ان هو يبقى عنده كرامه وعنده عزه ونفسيته سويه، مش عشان تضربه وتنفذ غضبك المكبوت فيه. العنف النفسي، الاهمال النفسي مثلا، انا ما بلبيهوش احتياجاته النفسيه. في بعض الاباء بيفضلوا الولد عن البنت او البنت عن الولد. في بعض الاباء بيعملوا الحاجات البيزك اللي هي مثلا ما يامنوا لهمش شراب كويس، ملبس كويس، مسكن كويس، ما يعلموهمش ازاي ان هم ينفسوا عن غضبهم، ان هم يتعاملوا بادميه. دي كلها حاجات لازم نعرف ايه الضرر او الخلل اللي حصل عشان نعرف الصدمه دي اتكونت في ايه. ممكن ولد صغير والده ووالدته اتطلقوا، فلما اتطلقوا هو عايش مع والده او عايش مع والدته، والده اتجوز فهو عايش مع مرات اب بقاله 15 سنه. ايوه، عايش بقاله 15 سنه في عنف، في اهمال. احنا عارفين طبعا النموذج التقليدي الدرامي بتاع مرات الاب، لان قله مندسه جدا هم اللي بيتعاملوا بطريقه ادميه مع اولاد ازواجهم، لكن معظمهم بيتعاملوا بطريقه عنيفة سيئه. فاحنا لنا ان نتخيل ان ولد اتعامل بقاله 15 سنه مع مرات اب هيطلع ايه؟ عنيف، عدواني، ناقم، غضبان من والده، لان مرات ابوه بنقولها باللغه العاميه بتحرضه على والده. بتحرض الابن ده، تقول له شوف ابنك عمل كده، ابنك عمل كده، فالاب يبدا ينفس عن الغضب ده في الولد. الام مثلا لو كان الولد ده والدته راحت اتجوزت فنبذته، فهو عاش طفوله غير سويه. دي حاجات احنا بنشوفها انها عاديه. ابوين انفصلوا، وفاه احد الابوين، ضرب، عنف، تحرش، تحرش لفظي او تحرش جسدي. ده كمان بيفرق جدا. فاحنا لازم نبقى عارفين ايه هي الصدمه اللي مر بيها الولد او البنت، علشان لما كبروا بقى ده وضعهم الحالي. فلما نعرف الصدمه نبدا نعالجها. هنعالجها ازاي؟ اول حاجه لازم يكون عندنا وعي وادراك، تنفيس، نسمي الحاجه باساميها، نعرف الاضرار اللي بناء عليها الصدمه النفسيه دي بتاثر على الجسم، بتاثر على الاعضاء البيولوجيه. يعني في ناس بتجيلهم مناعه ضعيفه من الاهانات، من السب، من الضرب، بيجيلهم امراض مناعيه زي الروماتويد. في ناس بيجيلهم بايبولر، اضطراب الشخصيه الحديه. كل ده لان هو كانت طفولته سيئه جدا. الولد لما يطلع في بيئه غير سويه بيبقى حاسس بعدم الامان، بيبقى فاقد الشغف للحياه،
بيبقى حاسس انا مش عارف الضربه هتجيلي منين دلوقتي. الامن عنده او منطقه الراحه بتاعته معدومه. فلو احنا كاباء وكامهات بصينا لاولادنا، ودي الروتس اللي احنا لازم نبني عليها. نبدا بنفسنا، لان احنا عاده البشر بيعملوا ايه؟ انا اتربيت بطريقه، والدي ووالدتي بيضربوني، لما كبرت هربي اولادي بنفس الطريقه، ما انا كويسه اهو. وممكن يتنازل عن الطريقه دي ويدلع قوي والعيل يفسد. ما هما الاثنين غلط. التدليل المفرط او الحزم المفرط، الاثنين بيأدوا لشخصيه غير سويه. فلما الاب والام يقولوا، وده طبعا مؤخرا ما كناش بنشوفه في الاجيال اللي قبل كده، ان الناس دلوقتي بدأ يزيد وعيها بالتربيه، الناس بدأ يزيد وعيها بنفسيه الولد. كان زمان لما يقولوا انا رايح لدكتور نفسي مباشره انت مجنون انت مجنون. دلوقتي لا، انا بمنتهى البساطه والاريحيه انا مريضه نفسيه. بمنتهى البساطه والاريحيه انا عندي صدمات طفوله، عندي اضطراب ما بعد الصدمه، عندي كرب ما بعد الصدمه. دي حاجات بيزك، دي حاجات احنا محتاجينها كبشر، ان انا اروح لطبيب نفسي. لان العلاج النفسي ليه طريقين، طبيب نفسي واخصائي نفسي. صدمات الطفوله ممكن تعمل بايبولر، فالبايبولر ليه ادويه، الدكتور بيكتب الادويه، بيروح للاخصائي النفسي بيطلع بقى اللي في قلبه. احنا ممكن نقول عن التحرش، ممكن اب يتحرش بابنه او ببنته والولد، وبنشوفها كتير دلوقتي، الخال والعم لان التحرش بيجي من الناس اللي احنا ضامنينهم، من الناس اللي احنا وممكن عن طريق المدرسه فيهم. ممكن عن طريق المدرسه، ممكن في المدرسه لو ولد اكبر منه ممكن يتحرش بيه. فالمخ علشان يقدر يعيش بيعمل ايه؟ بيغطي الصدمه دي. فالولد يكبر وهو مغطي الصدمه دي، بس في حاجه بتيجي بتفجر الصدمه دي، فيلاقي نفسه اوت اوف كنترول، مش عارف يعمل ايه. في الوقت ده لازم يلجأ لطبيب، لازم يلجأ لاخصائي عشان يعالج ده ويعترف انا والدي اتحرش بيا، ولازم اروح لدكتور عشان انا بقيت مريض نفسي، ياخد ادويه، بعد كده يروح لاخصائي نفسي، يبقى ماشي في التراكين مع بعض. الاخصائي النفسي هيخليه يتكلم، هيخليه يكتب، يسجل فويسات حتى لنفسه، يتكلم قدام المرايه، ينفس عن غضبه، يسمي الحاجه باساميها. مثلا انا والدي كان بيضربني، ما بررش بقى، ما اقولش اصل هو كان بيضربني علشان انا كنت بتحرك كتير، اصل انا كنت بعمل مشاكل كتير، اصل انا كنت ولد مشاغب، فالتمس لوالدي اعذار عشان هو كان بيضربني فجلد زادي. فاقول ما انا اللي وحش، طب ما انا طلعت في الاخر وحش. فببساطه شديده نسمي الحاجه باساميها. انا تعرضت لعنف، انفس عن غضبي بشكل مش انفجار. عشان برضو احنا لما بيجي لنا المريض بنعامله برحمه، لان هو اوريدي تعبان. فلما يكون عندك جرح، احنا بنطلع الجرح شويه 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 وننضفه، وبعد كده بيقفل الجرح، بس بيبقى فيه علامه بسيطه. وبتشوف العلامه وتتصالح مع الفكره، وعارف انها دي بسبب كذا، لكن في غيري ما يعرفش ان دي كانت جامده عن كده. والادراك، الوعي والادراك، وان انا اسمي الحاجه باساميها، وان انا ارفع استحقاقي، وان انا اقول انا تعرضت لاذى، بس انا دلوقتي كبير كفايه وناضج كفايه ان انا اتخطى المحنه دي. فلما اقول كده تبدا بقى الرحله. وفي ناس بيقولك خلاص بقى ما انا كبرت، مفيش امل، انا بقى عندي 30 سنه. في امل بعد 30 سنه؟ طبعا في امل. في امل ان انا اتعالج وابقى سوي، في امل ان انا ابطل اعصب على اولادي، ان انا ابطل اضرب اولادي، ان انا ابطل اكون غبي قوي في ردود افعالي معاهم. حساب بقى مع النفس بقى، بيقعد يعمل كشف حساب لنفسه، انا غلطت في ايه وممكن اعمل ايه عشان خاطر ايه. بالظبط، لان هو بيسمي الحاجه باساميها. بيقول انا غلطت في حق ابني، انا هصلح اللي اخطأت فيه. ما تكبرش بقى وقول لا ده انا ابوه بقى ومن حقي ان انا اعاقبه ومن حقي ده. العند ده اكتر حاجه تخسرنا اولادنا. الحب، الاهتمام، العطاء،
الاحتواء، الحب، الجو الهادي في البيت، مفيش تنشنه في البيت. ايوه. كل ده يطلع لنا انسان سوي. طب في طفل ممكن يحصل معاه الصدمه دي اوكي. في المدرسه او في اي حته وبيخبي عن والده ووالدته لاي سبب إن كان، ازاي الاهل يعرفوا يطلعوا الحاجه دي من طفلهم، او اشوف فيها علامات على الولد اكتشف فيها انه فعلا في حصل عنده صدمه عنده، لازم اطلعها ازاي الاهل يعملوها؟ اول حاجه احنا لازم نسال نفسنا السؤال المباشر: ليه الولد خبى عن الاب والام الكارثه دي؟ لان دي كارثه، معناها ان في خلل بين الاب والام، في فجوه بينهم. الولد مش قادر يقول لبابا او لماما انا حصل لي تحرش، انا في حد اعتدى عليا جنسيا، وممكن مش التحرش، انا حد ضربني. ليه الولد ما بيجيش يقول للاب والام انا في ولد ضربني في المدرسه؟ لان هو بيتضرب في البيت. لو هو واخد حقه في البيت وحاسس كده بكينونته وعنده كرامه وبيتعامل بادميه. وممكن يكون اتضرب برضه بس خايف يقول لابوه، لان ابوه قال له اوعى حد يمد ايده عليك، فخايف يقول له ان انا كنت في موقف الضعف مع صاحبي كان اقوى مني، فبيخبي يقول لك خليها. معناها كمان ان الاب قاسي عليه، لان الاب لو مش قاسي عليه هيقول له يا بابا انا في حد اكبر مني ضربني، تعالى انت هات لي حقي. ليه؟ لان بابا السند، بابا الامان، بابا الاحتواء، بابا الرول موديل بتاعي اللي انا باخد منه الحاجات الحلوه قوي في الحياه. انما اللي احنا بنشوفه ده الناس الكتير قوي اللي ماشيه مكبوته وبتفرغ ده في علاقات اباحيه، بتفرغ ده في يعني عافانا وعافاكم الله في المخدرات، بيفرغ ده حتى في الفيب اللي بيشربوه ولا في السجاير، بيفرغ ده في اصحاب سوء، بيفرغ ده ان هو يبقى عنيف على المجتمع. احنا لازم نشوف الصورة كاملة. فلما الولد يحصل له تحرش في المدرسة ولا يحصل له تحرش من اي حد، احنا بنشوف الولد بقى منطوي، ساكت، ما بيتكلمش، شهيته للاكل ما بقتش زي الاول، ممكن يجيله تبول لا ارادي فجأة هو ما كانش كده. ففي علامات الام والاب بياخدوا بالهم منها لو كان الاب والام مركزين، لان في اب وام بيخلفوا، يلا انا مخلف 3 4 5 عيال، ما يعرفش السبب ايه، وهو مشغول في شغله وهي مشغوله برضه في عملها، اصل ده واحد من ضمنهم. فاحنا برضه لازم يكون عندنا وعي، انا ليه بخلف؟ انا هعمل ايه لما اخلف؟ البيبي اللي انا هجيبه للحياه ده هل انا بجد قادر اربيه؟ انا قادر اطلع انسان سوي؟ قادر اديله حب وامان وعاطفه واحتواء ولا لا؟ كل دي حاجات احنا لازم نسالها لنفسنا. علشان احنا لو ما سالناهاش فاحنا غير مؤهلين ببساطه شديده. الصدمه اللي هي الطفوليه دي بتاثر فيما بعد على اختيارات الولد لما بيكبر، اختياراته في الشغل، اختياراته في الجواز، اختياراته في الاصحاب، بتاثر معاه في كده؟ الصدمات بتاثر بشكل بنسبه 90%، لان احنا بنشتغل باللاواعي. انا كنت مهان في البيت، فلما اروح بره اتهان هقبل الاهانه. انا كان مهضوم حقي في البيت، فلما مديري يهضم حقي هقبل ده. انا مش عارف احب، فاول واحده جت قالت لي بحبك انا مشيت وراها، علشان انا اصلا مش عارف يعني ايه حب، مش عارف يعني ايه امان، مش عارف يعني ايه عاطفه. فاول ممكن ما تبقاش مناسبه، فيتجوز ويخلف وهو مش حاسس في حاجه غلط، لان انا ما اخترتهاش، هي اللي اختارتني. فدي نقطه مهمه جدا جدا لازم نركز عليها. ان احنا لما بنقول لابننا انا بحبك، انا بحترمك، وبنعبر بالكلام وبنعبر بالافعال، وجودك جنبي بيطمني، حضنك معايا بالدنيا، انت سندي في الحياه. لما بنتكلم هو بيفهم، هو كمان بيعرف يعبر. لما بحضن ابني طول الوقت بيبقى فيه لغه، لما يبقى عنده اي حاجه هيجي يقول لي، مش هيخاف مني لان انا السند بتاعه. فدي نقطه مهمه جدا جدا لازم نركز فيها. في ناس بتقول لك والله ما احنا عشنا الحاجات دي وخلاص، هو الوقت عدى والزمن كفيل انه يعالج كل ده. هل الزمن فعلا ممكن يعالج صدمات زي دي مع الوقت؟ احنا مخنا هيوج، مخنا ده عامل زي الاوشن، عملاق ما بينساش.
هو بيخبيها عشان يعرف يتكيف. انت عارف ان لما اب يصفع ابنه بكف ده بيعمل ضمور في الخلايا بتاعه الوش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الوش كرامه. لما انا بصفعه بكف هو بيحس بايه؟ بيحس ان هو مهان، بيحس ان هو قليل، بيحس ان هو ملهوش قيمه، ان انا عادي اتهان من اي حد تاني. ما هو السند بتاعي والظهر بتاعي اهني، فانا ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ايه اللي اسوأ من كده؟ المفروض انا كأم وانا كأب انا اللي بأمن لهم الحياه الصحيه عشان يكبروا وهم اسوياء. فالموضوع ببساطه محتاجين نحبهم اكتر ونحن عليهم اكتر ونحتويهم اكتر ونخاف ربنا فيهم ونعرف ان هم تحتينا، نعرف ان احنا قدام ربنا دول امانه في ايدينا. ابني ده امانه في ايدي، انا هسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى. ابني ده نعمه ربنا ادهاني، ابني ده هو شريك الرحله، هسند عليه لما اكبر، هيتجوز وهيجيب لي احفاد، نعمل حياه جميله. اما لو جبت ولد وربيته تربيه سيئه وكنت قاسي عليه وكنت غبي عليه، اول ما يكبر ويخرج بره توبي والله ما هيعرفني، هيروح عند الدكتور النفسي ويقول عليا أسوأ كلام. هيقول ده كان اب غبي، كانت ام غبيه، كانت قاسيه، كانت عنيفه، اهملتني، ده انا مرات ابويا اللي ربتني، ده انا عمتي اللي ربتني، ده انا كنت. والله بسمعها وبتجيلي الحالات بتقولي انا كنت في البرد بروح المدرسه بملابس صيفي في عز البرد علشان اهلي مش مهتمين يجيبوا لي ملابس تقيله، مش عشان هم عندهمش مال مثلا، عندهم الوفره الماليه بس هم مش مهتمين. مفيش اهتمام. مفيش اهتمام. تخيل لدرجه ايه؟ شايف ابسط الحقوق اللي هي الملابس مش مأمنينها لهم، ما بالك اللي اكبر من كده. فاحنا كاباء وامهات لازم نعرف ان احنا عندنا دايره من الظلم، لازم نكسر الدايره دي. لازم احنا نكون البدايه، احنا اللي عندنا الخيط اللي هيوصلهم للسواء النفسي. يعني ببساطه شديده الاب والام لازم يقوموا بدورهم، ولو ما قاموش بدورهم هم اللي هيخسروا. طب انكار الذكريات السيئه دي بالنسبه لواحد حاول يتجاهلها، يقول لك ايه احاول انساها عشان خاطر اعيش حياتي، هل ده بيحميه ولا بيزود المشكله اكتر؟ هو بيحميه لفتره بس المشكله بعد كده بتنفجر في حته تانية. يعني لما يجيلي اب ابنه بيعيط وهو مش قادر يسمع صوت عياطه. ليه مش قادر يسمع صوت عياطه؟ عشان كانت والدته اصلا خلفت بيبي جديد والبيبي بيعيط والام اهتمت بالبيبي الجديد واهملت ده، فهو جات له تروما. ايه ده، في حد اهم مني في البيت؟ شايف حاجه بيحاول بسيطه يلفت خالص، نظرهم ليه بس هم مش ملتفتين عشان في غيرك اولى بالرعايه. حاجه بسيطه خالص وعملت له تروما لما كبر. فلما اقول اتجاهل الاشياء اللي عندي واتجاهل الترومات اللي عندي واتجاهل العنف اللي حصل لي واتجاهل الابيوز اللي حصل لي، اتجاهل كل ده علشان اعيش سوي، لا مش هعيش سوي. انا هعيش متجاهل، انا هنفس ده في حاجات تانية. ممكن ناس بتدمن الكحول، بتدمن المخدرات، بتدمن الحاجات دي عشان هي متجاهله مش اكتر. واول ما بيتعافوا خلاص بيعيشوا اسوياء، بيعرفوا ان هم اهم. امتى احس ان انا محتاج فعلا علاج نفسي بسبب مشكله حصلت لي وانا صغير؟ امتى احس ان انا محتاج علاج نفسي تراك؟ امتى احس ان انا محتاج علاج نفسي لمشكله حصلت لي وانا صغير تراك تاني؟ وانا كبير انا بروح الشغل كل يوم، حسيت فجاه ان انا مش قادر اعمل اي حاجه، مش قادر اتحرك من السرير، فاقد الشغف، الحياه ملهاش طعم، فوهه كبيره عملاقه سودة بتمتصني. بس مش عارف سببها. مش عارف سببها. انا قاعد مش عايزه اكل، وممكن يكون عندي شره في الطعام، مش عايزه اكلم حد، ممكن حد يجيله مش عايز يكلم حد، او ممكن يجيله عايز يعمل علاقات اباحيه كتيره جدا. التراكين اللي هنا او هنا، القطب ده او القطب ده،
مفيش عنده الحته المتزنه. مم. فده لازم يعرف ان هو محتاج يروح لدكتور نفسي. امتى اعرف ان انا حصل لي صدمات طفوله؟ لما اشوف الحاجات دي بعيني، ان انا مش قادر اتفاعل مع اولادي، مش قادر اتعامل مع اولادي بهدوء، باحترام، بادميه، انا اب مش سوي، فمعناها ان انا محتاجه اروح لدكتور. انا تعرضت للعنف، اتعرضت للسب، اتعرضت لاهمال نفسي، اتعرضت للتحرش، اتعرضت لفقد احد الابوين او وفاه احد الابوين. دي كلها حاجات بتفرق جدا جدا. عدم الثقه في النفس، هل سببها برضو صدمه تكون حصلت في فتره الطفوله؟ طلع البني ادم ضعيف الشخصيه، بيعتمد على غيره او بياخد راي غيره في اي حاجه، مش واثق في اي قرار ياخده. ليه مش واثق في اي قرار ياخده؟ لان اهله كانوا دايما بيحقروا من شأنه. انت ولا حاجه، انت مش هتعرف، انت مش هتنجح. فهو شايف النظره سودة، شايف الحياه من فوهة ضيقه جدا جدا جدا. فهو مش قادر ياخد اي قرار. احنا بنشوف ناس بتعور نفسها، بتأذي نفسها، بتعمل إيذاء جسدي، بتنتقم من نفسها بسبب اللي أهاليهم عملوه فيه. فتخيل إن إنسان بيأذي نفسه وبيجلد نفسه وبيعمل كل ده، إزاي هيبقى قادر ياخد أي قرار في حياته؟ إزاي هيبقى ناجح؟ إزاي هيقدر يتعلم؟ إزاي هيقدر يشتغل؟ إزاي لو هي أم إزاي هتهتم بأولادها؟ فاللي عايزين نقوله، لو أنت حسيت في أي وقت من الأوقات إن عندك مشكلة، ما تخجلش، ما تخجلش ان انت تلجأ لاخصائي. وفي حاجات بسيطه والناس تقدر تعملها في البيت. اكتب مشاعرك، اكتب المشكله، فنطها على ورقه وقلم، سجلها فويس نوت، اتكلم قدام المرايه. عارف لو حصل لك موقف ضاغط جدا 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 وانت تخيلت الموقف وطلعت كل المشاعر بتاعته وخدت حقك وانت كبير كده، العقل الباطن ما بيفرقش بين الخيال والحقيقة، فأنت هترتاح شوية. دور المدرسة والمجتمع جنب الأهل إيه في العملية دي؟ المدرسة أكاديمية. الأهل هم الأساس. يعني إحنا بنشوف دلوقتي المدارس بيزنس. الولد بيروح وبيرجع من المدرسة ممكن ما يحصلش أي حاجة في اليوم الدراسي بتاعه، ولكن الأهل هم الروتس. الاهل هم اللي بيهتموا. الاهل احنا بنشوف اهل ابنه بيقول لي انا ابني مش شاطر في المدرسه. طب هو ليه مش شاطر في المدرسه؟ ممكن يكون عنده اهمال عاطفي، ممكن الولد يكون عنده ايذاء نفسي، ممكن الولد يكون عنده بعض الفيتامينز قليله. فاحنا لازم نبص للحاجات دي ونقول المدرسه دورها اكاديمي فقط، البيت هو الاساس. لو الولد تحصيله الأكاديمي قليل نجيب له مدرسين في البيت، نوديه السمر كورس، بس المدرسة دورها، المدرسة هي اللي بتربي. المدرسة بيزنس. والله الحديث معاكي جميل جدا شكراً. وممتع، وانا سعيد بحضور حضرتك معايا في البرنامج، واتمنى انه يتكرر طبعا اكيد ان شاء الله. وقت البرنامج خلص. بشكرك استاذه اسماء. شكرا، كلك ذوق. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. شفنا مع ضيوفنا ازاي الفن مش مجرد ضحك وتمثيل، لكنه رساله وتجارب حقيقيه وذكريات بتفضل معانا. وكمان اكتشفنا مع دكتوره سماء صقر قد ايه الطفوله مش بس مرحله وفاتت، لكنها اساس بيتبني عليه حاضرنا ومستقبلنا، وكل كلمه او موقف ممكن يغير فينا كتير. الرساله اللي عايزين نسيبها معاكم النهارده: خلي بالك من نفسك، خلي بالك من اللي حواليك، خلي بالك من اولادك، لان جرح صغير في الطفوله ممكن يكبر معاهم. استنونا في الحلقات الجايه ان شاء الله مع موضوعات كتيره وضيوف جديده، والى ان نلتقي. دي كانت حلقتنا الجديده مع المشاكس، واتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بيها، وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.